أهلا بالجميع. هدفي أبتكر وأطبق تكنولوجيا لجدران فائقة الاستواء تتساوى بنفسها، وأي حد يقدر ينفذها بسهولة حتى بدون خبرة بناء. واضح إني ابتكرت الفكرة وطبقتها. طب بصوا، مش ده يعتبر معجزة؟ وكمان الجودة، أنا بعمل كده لأول مرة. سطح الحيطان دي بيتساوى على طول وبيبقى جاهز للدهان، وده أعلى مستوى في التشطيب، وكمان مش محتاج مهارات تشطيب خالص. القوانين الفيزيائية بتشتغل لصالحنا، وكل حاجة بتتعمل في مرحلة بناء الحيطان، وبنستخدم أبسط مواد البناء المتاحة. أول حاجة عملتها إني بدأت أدرس طريقة عمل الأرضيات السائلة اللي بتتساوى لوحدها. أنا شغال حسب التعليمات، علشان كده في الأول بعالج العينة التجريبية للأرضية كويس جدا بطبقة أساس بتتغلغل بعمق، وده لأن العينة التجريبية للأرضية موجودة في المعمل بتاعي في مساحة طبيعية معلقة، وعشان كده زي ما إحنا شايفين حوالينا مفيش جدران، ولكن الأرضية ذاتية التسوية ما تسيلش من على الأرضية دي. بعمل لها حواف من قطع الفوم بوليسترين. أنا درست خلطات الأرضيات ذاتية التسوية لفترة طويلة، وبصراحة اللي شدني هو النص ده. أرضية ذاتية التسوية لأي حد مهما كان مستواه في الشغل، كل حاجة زي ما أنا بحب. أول سطور على ظهر عبوة بيرجاوف إيزي بودين بتقول إن ده أسهل أرضية في الاستخدام، وبيسرع الشغل وبيسهل عليك اختيار الخامات. بالأزرق على الأبيض مكتوب إنه منتج فريد وموصى باستخدامه لأي حد مهما كان مستواه، حتى المبتدئين. من التعليمات عرفت إزاي أتأكد إن الأرضية جاهزة. قبل الصب لازم تصب شوية مياه وتستنى 30 ثانية. لو المياه ما اتشربتش يبقى كله تمام، لو اتشربت يبقى السطح بيمتص جامد، وده معناه إنه محتاج طبقة أساس إضافية. بعد ما بصيت بعيني على استواء الأرضية قدرت تقريبا أنا هحتاج قد إيه من الخليط، والمساحة مش كبيرة، فعشان كده هعمل الكمية كلها مرة واحدة. من الأدوات اللي ما كانتش عندي في البيت، هحتاج رول إبر مخصوص عشان أفرد به الأرضية السائلة. عشان أطلع سطح مستوي وناعم لازم الإبر بتاعت الرول تكون أطول من سمك الطبقة اللي هصبها بحوالي 15 ملم. عشان ما أتعبش ظهري بصب كمية من بيرجاوف إيزي في دلو، وبعدين بصب شوية على الأرض وبفردهم بمشط عريض. مساحة الأرضية 4 متر مربع، ودي مساحة حمام متوسط الحجم. عن الأرضيات السائلة، أنا مبتدئ وكل حاجة ماشية كويس وعجباني من أول ما بدأت. بمرر الرول الإبر على السطح المستوي وبيتحول لسطح ناعم جدا ومتساوي، معجزة فعلا ومن غير مجهود تقريبا. بصب الكمية الجاية من المادة في الجردل وقوامها شبه القشطة الثقيلة، برجع أصبها تاني على السطح وبحس إني واحد لمس معجزات التكنولوجيا الحديثة. الكتلة السائلة على طول بتبدأ تشتغل وبتساوي السطح بالمسطرين، أنا بس بساعدها شوية صغيرين وبوجه شغلها في الاتجاه الصح. الواحد نفسه يفضل يعمل العملية دي على طول، بس بيرجاوف إيزي بودي شكله معمول مخصوص علشان يوفر وقت في التسوية وتخلص المرحلة دي بسرعة في الظروف الحقيقية. لما يكون في أوضة فيها حيطان يفضل تثبت شريط التخميد على طول الحيطان. الشريط ده مهم علشان يعوض أي تشوه خطي، وده بيقلل خطر إن الأرضية تتشقق لأقل درجة ممكنة. لسه بدأت ولسه مخلص، حتى الواحد زعلان شوية. بودي، الرول الإبري وجاذبية كوكبنا بيعملوا معجزات. الرول مش بس بيساعد على تسوية السطح، لكن كمان بيشيل الفقاعات الهوائية من المادة. بعض الفقاعات بتختفي لوحدها، لكن الشغل ده ممتع ونتيجته مضمونة 100%، خصوصا لما تكون المساحة كبيرة. ممكن كنت أحتاج حد يساعدني ويجهز لي الخلطات الجديدة على طول، لكن كده أنا عملت كل حاجة لوحدي. ومش عارف ليه ما فكرتش قبل كده أستخدم الأرضيات السائلة في الشغل. فعلا الواحد بيتعلم طول عمره، وأنا بنضف الأدوات، اللمعة راحت، والسطح المطفى بيفضل ناعم جدا.
الأرضية بتبدأ تمسك بعد 4 ساعات، وبعد 8 ساعات بأمشي عليها بشبشبي الواسعة. القوة 12.5 ميجا باسكال بتساوي درجة M100، وده كفاية سواء للأرضية أو للي أنا مخطط أعمله. لما ألمس السطح ناعم زي ما باين، وفيرجوف إيزي بودن بعد ما جف مش بيطلع تراب. مؤخرا فكرت في اسم أدق لطريقة بناء مشروعي الرخيص جدا، هو بيت هيكلي لوحي. بسرعة هفكركم بالهيكل، لأن في معلومات كتير جاية عن الحيطان. عشان أوفر بشكل قياسي استخدمت كتير من الخشب المقلد. عشان تعمل الخشب المقلد محتاج لوح خشب، مثلا لوح 1 بوصة، ومسامير طويلة، ودريل أو مفك كهرباء. بحط الألواح جنب بعض كده، وبحدد أماكن الفتحات للمسامير كل حوالي 15 سنتي. لو الألواح معوجة زي بتاعتي بحفر فتحتين في الأول والآخر وبربطهم مع بعض، وبعدين في النص ممكن أعدل أعوجاج اللوح بالكماشة. وبربط كمان كام مسمار. أنا متعود أشتغل بأقل عدد ممكن من الأدوات، بس شايف إن الدريل شنيور من الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة حتى في أقل الإمكانيات. بعدين بحفر وبربط باقي المسامير. لو الشنيور كويس الوصلة بين الألواح هتبقى محكمة ومفيش فراغ. مع الأرضية السائلة كمان اشتريت حاجات تانية فوراً. بفضل مرونة الخليط العالية وجاذبية كوكبنا، الأسطح اللي متوزعة بشكل أفقي بتتساوى من غير تدخل كبير من الإنسان. طيب إزاي نقدر نستخدم التأثير ده كمان على الحيطان؟ أكيد إحنا لسه مش قادرين نغير اتجاه الجاذبية علشان تأثر على الحيطان الرأسية، لكن نقدر نخلي بعض أنواع الحيطان في وضع أفقيا مؤقتا، بالضبط الحيطان المبتكرة دي. وكمان بطريقة التصنيع الأفقية استخدمتها في مشروع بيت ب$1000. المشاهدين الدائمين لقناة أغاني يا شاكوسياكا عارفين إني من زمان بستخدم مساعدة الجاذبية الأرضية في شغلي، وبفضل كده أي حد حتى لو ما عندوش خبرة في البناء يقدر يعمل الحيطان دي. ولو ضفنا خطوة بسيطة لتسوية الحيطان هتطلع الحيطان جاهزة على طول بالتشطيب النهائي. أنا عارف كويس قد إيه الموضوع متعب عشان تطلع الحيطان والسقف ناعمين باستخدام المعجون التقليدي، لكن الطريقة دي بتوفر مجهود وفلوس بشكل كبير، وبتناسب جدا البناء بنظام الإطارات والألواح. عشان أتأكد من كل حاجة رجعت تاني أشتغل على تصنيع الحيطان المبتكرة. بس بما إن طبقة التسوية لازم تزود وزن الحيطان وتقويها، قررت أعدل شوية في الطريقة اللي متعود عليها. لكن أساس الحيطان اللي هعملها بلزقه تقريبا زي ما كنت بعمل قبل كده، وبستخدم تاني بنوبلكس كومفورت بسمك 30 مم بس مع حافة ال. الألواح الملساء عملت لها خشونة الأول باستخدام سن منشار خشب مفصول من اليد. بلزق ألواح البنوبلكس بحيث الفواصل ما تجيش جنب بعض. المصطلح ده عرفته لما تدعيت لموقع بناء حقيقي. على فكرة الفيديو اللي فات كان عنه، هسيب لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو ده، لو ما شفتوش اتفرجوا عليه. هناك تعلمت أستخدم البنوبلكس صح حسب الغرض منه. الطرق اللي أنا بعرضها على القناة تعتبر تجريبية أكتر، لكن في بعضها بقى منتشر بشكل واسع. بلزق باستخدام البوليوريثان اللي بيستخدم في البناء لأنه بيمسك بسرعة وده مريح جدا. بدي اهتمام كبير لجودة شبكة الفايبر جلاس، وباختار كثافة فوق 155 جرام للمتر، وفتحة 5 في 5 مم، وقوة شد 1800 في 1800 نيوتن لكل 5 سنتيمتر. كل ما الأرقام دي زادت كل ما الشبكة كانت أقوى. بما إن شبكة الفايبر جلاس في الحيطان دي بتكون مادة تدعيم وبتتحمل قوة الشد، فأنا شايف إن ما ينفعش نوفر فيها. بخلط الغراء اللي بستخدمه في لصق ألواح العزل الحراري على الأسطح اللي محتاجة عزل، وكمان في عمل طبقة التدعيم الأساسية على سطحها. ببدأ أعمل الطبقة الأساسية للتدعيم في وضعية مريحة لأي مبتدئ مع الحيطان الجاهزة. بالطريقة دي الخليط مش هيقع أو يروح مكان تاني. الشغل بسيط وسهل، يقدر عليه الموسيقي والمدرس والعالم والمبرمج، يعني أي حد حتى لو مش من أصحاب المهن اليدوية يقدر يعمل أرخص حيطان، وفي نفس الوقت تكون فعالة جدا في العزل الحراري. الأسطوات المحترفين في المحارة يقدروا يشتغلوا، بس لما الحيطان تكون واقفة بشكل عمودي
وكمان بياخدوا فلوس كتير جدا على شغلهم، ولما نستغنى عن خدماتهم في الميزانية بنوفر مبلغ كبير. أنا بستخدم مشط المحارة المسنن بمقاس سنانه 10 في 10 ملم، ولو أنا بوزع الخليط مسكت المشط بزاوية 45 درجة على السطح هيتوزع تقريبا نفس كمية الخليط، وطبقة المحارة هتطلع متساوية وسمكها كافي، وده مهم جدا لقوة الحيطان اللي هنعملها بعدين، خصوصا للنوع الجديد اللي أنا ناوي أعمله. بستخدم سكينة المعجون العريضة علشان أديها النعومة النهائية. في الجو الدافي طبقة التسليح بتنشف بسرعة، وبعدها ممكن نقلب القطع بحرص. تاني بستخدم شبكة الفايبر جلاس للمعجون، وتاني بحط طبقة لاصق على سطح الفوم، وباخد بالي إن التداخل بين كل طبقتين لازم يكون على الأقل 10 سنتي. بس لو من الناحية الأولى حاولت أحط طبقة حسب القاعدة، من الناحية التانية بحاول أحط أقل طبقة لاصق ممكنة. عشان كده بشتغل بالجانب الناعم من المسطرين بتاع المعجون، وبحط طبقة تكفي بس إني أغمر فيها شبكة الفايبر جلاس. ليه بالظبط كده؟ هشرح لكم قريب. المادة دي تنفع لعزل الأساسات، الأرضيات، الحيطان، السقف، السندرة، الأسطح والبلكونات، يعني تعزل البيت كله. وكمان يفضل تحطه تحت الرصيف، الممرات والساحات المرصوفة. وأنا بصراحة بجربه في كل حاجة تقريبا. وبفضل الطبقات الرفيعة حتى لو ما عندكش خبرة في المحارة هتقدر تطلع سطح ناعم ومتساوي كفاية، ينفع على طول يتعمل عليه التشطيبات النهائية زي الدهانات الديكورية. طبقة التسليح من الناحية التانية بتخلي الحيطة أقوى، وبيشتغل فيها تأثير الساندويتش بانل أكتر من مرة، لكن السطح نفسه لسه مينفعش يكون نهائي. حتى لو هتلزق عليه ورق حائط لازم تعمله معجون ومعجون تاني، ولو جبت صنايعية تشطيب ممكن تلاقي نفسك صرفت كل فلوسك. بما إن خلطة الأسمنت بتحتاج 28 يوم توصل لقوتها، لازم ترطيبها يكون مستمر ومهم في الفترة دي. بحط الحيطة بحيث إن طبقة التسليح الأرفع تكون فوق، وبعدين بعمل لها بريمر. استواء الأرضية تحت المساحة المعلقة بيسمح لي أحط القطعة في وضع أفقي مضبوط، زي ما عملت في تجربة الأرضية. بلزق الحواف من الفوم بوليسترين على الأسطح المستوية دي. أنا كنت بعمل طبقات تشطيب شبه مجانية بشكل الطوب والحجر الطبيعي باستخدام أرخص لاصق بلاط، لكن جوه المكان التشطيب ده بيعتمد على الذوق، وممكن يبان خشن زيادة عن اللزوم ومش هيعجب كل الناس. بقيس كمية المية المطلوبة وبخلط أرضية سائلة ذاتية التسوية. فكرت إن السطح اللي طلع معايا ناعم زيادة عن اللزوم وأنا بجرب في الأرضية، وده حتى زيادة على حيطاني الرخيصة، فحاولت أسرع العملية وبذلت مجهود أقل كمان. قررت أصب الخليط كله مرة واحدة بدل خطوط عشان عندي خبرة أكتر. دي تاني مرة أعمل كده. وللتسوية بدل ما أستخدم المشط استخدمت حتة فوم، والخليط السائل سمح لي بالتبسيط ده. لو حابب تدعم أعمال البناء والأغاني اللي بيقدمها ياشا كوسياك على القناة، تقدر تدعم من خلال زر الرعاية على يوتيوب، والمشاهدين من روسيا يقدروا يعملوا ده عن طريق خدمة بوستي، الرابط تحت الفيديو. وكمان تقدر تدعم التقنيات الشعبية اللي بنطورها بالاشتراك في القناة وكتابة تعليق. مع إن عملية الصب أسهل دلوقتي، الأسطح المستوية دي ما شفتهاش غير لما سيرجي كان بيصبغ الدوج القديم، وساعتها تعب جدا عشان يخلي السطح متساوي. وهنا الخليط وجاذبية الكوكب هما اللي بيعملوا كل الشغل بدلنا، وبيوفروا علينا فلوس ومواد. أكتر مخاطرة في الموضوع ده كانت رفع الجدران دي. استنى 28 يوم عشان الجدران تتماسك، رفاهية مش متاحة،
خاصة للي بيبنوا بنفسهم ومش عندهم صبر. عشان كده عملت الطبقة السفلية بالتسليح أسمك شوية عشان تشتغل على الشد وقت الرفع، وخليت الطبقة العلوية أرفع لتقوية الأرضية السائلة. لحسن الحظ، رغم إن الحيطة بقت أتقل بشكل واضح، قدرت أرفعها لوحدي وكمان على مهلي. الجدران لسه محافظة على سهولة تحريكها، وده معناه إننا نقدر نركبها بنفس الطريقة اللي ركبنا بيها الجدران الرخيصة جدا في الأول، لكن دلوقتي هيكون فيها التشطيب النهائي للجانب الداخلي من البداية. كل حاجة ماشية تمام والتحسين واضح. نقدر ننتقل للحيطة اللي بعدها، بس هي دي كانت الحيطة المقصودة، لأن في مشروعي اللي بميزانية قليلة جدا مفيش فرق كبير بين الأرضية والحيطة. ولما في بداية الفيديو كنت بجرب الأرضية اللي على طراز اللوفت، كنت متوقع إنها ممكن تبقى حيطة كمان، أو بمعنى أصح كنت بجرب حيطة وفي أسوأ الأحوال كانت هتفضل أرضية، بس في الآخر كل حاجة نجحت. متساوي. الطبقة الرمادي الفاتح من الأرضية السائلة على الحيطان ممكن تسيبها من غير دهان، خصوصاً لو الحيطان دي في جراج أو ورشة أو أماكن على طراز اللوفت، لأنها مش بتطلع تراب. اللون حلو، محتاجه إيه تاني؟ كده ممكن توفر في الدهان عشان محدش يبقى عنده شك إن الحيطان فعلاً متساوية. أنا بديهم طبقة أساس وبدهنهم بلون يوضح العيوب أكتر من أي لون تاني، اللي هو الأبيض. أول طبقة فعلاً وضحت شوية عيوب بسيطة. شوية معجون وصنفرة بتصلح العيوب بسرعة وسهولة. في بيتنا الرئيسي السقف والحيطان اللي اشتغلت عليهم أسابيع مش أحسن من كده، فاضل بس إن الحيطان دي تجربها أهم وأدق معمل اختبار في الكون، الزمن. بس وبناء على إحساسي كمهندس خبرة أقدر أقول بنسبة 99% إن الحيطان دي هتبقى تمام، ومن ناحيتي السطح مثالي. هسيب الرابط تحت الفيديو. الطرف الجميل بيبين إن الحيطة دلوقتي بقت شبه البناء الجاهز الحقيقي. أنا مكمل في تطوير أرخص تكنولوجيا بناء، والتحديثات دي تعتبر ترقية مهمة ليها. اعملوا لايك واشتركوا في قناة أغاني ياشا كوسياك، واشتركوا كمان في قنواتي على دزين، تيك توك وإنستجرام، كل الروابط تحت الفيديو، واضغطوا كمان على الجرس وساعتها هبلغكم بكل جديد. يا رب يا عم السلام في العالم. شكراً.